نحن نشهد اليوم بأن السعودية بلغت درجة الاستئصال والاستجداء، وحتى أنها باتت على استعداد للتملق لنتنياهو لتحريضه ضدنا. فأي سلوك هذا تتبعه السعودية؟ ولماذا في أي مكان تنهض فيه أمة وترفض الانصياع للوهابية والسلفية فإن السعودية تقوم بالتحرك ضدها وتنفق الأموال وترسل الأسلحة وتقمع ذلك المكان وذلك الشعب؟ وحقا ينبغي على حكام السعودية تحمل مسؤولياتهم والإجابة: هل أن مصالح الشعوب المسلمة مرتبطة بوحدتهم مع إسرائيل أم مع وحدتهم مع أمريكا؟ وهل أن تسليم المنطقة لأمريكا سيحقق أمن المسلمين أم أن إنفاق أموال بيت مال المسلمين لإقامة نظام فاشل وملكي متهرئ هي خطوة لضمان مصالح المسلمين؟ نحن لم نسعى أبدا وراء احتلال أي بلد عربي أو مسلم، لم نكن ولن نكون كذلك. وهم اليوم يظنون بأنهم قادرين على استعراض عضلاتهم أمام الشعوب، وخاصة أمام شعب عريق وعظيم وحضاري مثل الشعب الإيراني. أعتقد بأنهم لا يدركون ما يقولون بألسنتهم، وسبب ذلك الغرور والتكبر والجهل والشباب. فاليوم قد تشكل إجماعا عالميا ضد انتهاك حقوق الإنسان من قبل السعودية في اليمن، فماذا بوسع أمريكا أن تفعل؟ السعودية جربت عدة مرات الحرب على اليمن، وليست هذه المرة الأولى التي تهاجم فيها السعودية اليمن، بل هذه هي المرة الرابعة، وقد خسرت الحرب في المرات الثلاثة الماضية. وهذه المرة بكل تأكيد لن يسمح الشعب اليمني بتسلط نظام السعودية الوهابي عليه. هل السعودية قادرة على نقل المعركة إلى إيران وضرب إيران؟ أنا لا أفهم كيف سيقومون بذلك. إنهم يظنون بأنهم لديهم قوة جوية قادرة على فعل شيء. أنا أنصحهم وأوصيهم بعدم ارتكاب حماقة، ولكنهم إذا فعلوا ذلك أستبعد بأن يبقى من السعودية مكانا سالما غير مكة والمدينة. نعم، طريق الحل بسيط جدا. نصر الله عزیزی، شهید ناب سروان علی کهوری نژاد، شهید ناب سروان حسن رونده و شهید ابراهیم همتی و شهید ناب سروان حمید قهرمانی و دهها شهید و صدها شهید سرفراز دیگر که در حراست و حفاظت و پاسداری از آبها و مرزهای دریایی کشور عزیزمان ایران عاشقانه بر قلب دشمن تاختند و این آرامش و امنیت را به همه ما هدیه دادند. یاد و خاطره همه شهیدان سرفراز را گرامی می‌داریم. ارائه رهنمود توسط فرماندهی محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر صالحی